السلام عليكم الحباب الغاليين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يوصلكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحة والعافية. فيديو جديد وقصة جديدة. القصة ديال اليوم مؤثرة جدا اللي سمعتها مباشرة عند مولاة القصة، وغادي نعاودها كما العادة على لساني. الاسم ديالي حليمة، والأسرة ديالنا متكونة من 8 البنات وولد. الأب حنون ومتدين، ولكن هو متدين مفتوح، حيت والديا كانوا لاباس عليهم، وداك الخير اللي كان عندهم زادوا الخير خيرين. ما بقاش داك الشي واقف في بلاصتو، وزادوا تبارك الله في يدو الخير. انا بنت مدينة تفلت، وعندنا العروبية اللي هي بعيدة على تفلت ب10 دقائق. عندنا الدار في العروبية والدار في تفلت. تبارك الله كما كتعرفوا العروبية الخير كل شيء فيها، بيول، الخضار، الفواكه، الخير ديال مولانا. والدينا خلونا ما خاصنا حتى شي حاجة، الله يرحمهم. وعشنا مع العمام، والاب ديالي هو اللي كان كبير في خوتو. كتعرفوا الاخ الكبير شحال كانوا كيحترموه خوتو. نهار الجمعة كاملين خوتو كيجيو عنده، وكيجيو من المدينة. وفي الدار الوالد ديالي كيتجمعوا العمام وعيالاتهم وولاد العم. المهم العائلة كاملة كتجمع داك الجمعة وسبت وحد. وتبارك الله كل شي والد بزاف، اللي والد 6، اللي والد 8، اللي والد 9. وكانت واحد لما خوتي غنقول لكم العيالات العمام وكل شي مجمع، وشي كيرضع شي وكيحملوا كاملين تبارك الله، وكيحملوا تبارك الله كاملين في مرة، وكيولدوا في مرة، وشي كيرضع شي. وش غادي نقول لكم، كانت واحد الطفولة زوينة بزاف. وداك الجو ديال لما وكل شي نوض يصلي الفجر. والوالد ديالنا ربى فينا صلاة الفجر بواحد الطريقة غادي نعاودها لكم. كل نهار كيمشي ينوض ويمشي يصلي الفجر في واحد الجامع صغير حدانا، وكيقول لينا نوضوا، وكيقول لينا غادي نجيب لكم الا صليتوا غادي نجيب لكم السفنج. حيت حدا داك الجامع الصغير واحد مول السفنج كينوض يطيب السفنج وكيجيبوا لنا بكري. وكانت الوالده ديالي كطيب اتاي وداك السفنج سخون، وحنا كنجلسوا. كاين بعض الخطرات كاع ما كنصليو كنلبسوا درورنا وكنتسناو امتى يجيب لنا الوالد ديالنا السفنج. وسبحان الله تربى فينا داك الحب ديال الفياق بكري. دابا ما كاينش عندنا اللي صبح ناعس، كل شيء كيفيق عندنا في الظلام. دابا كل ما حطيت جبهتي نصلي، وكندعي مع الوالد ديالي وكنقول له الله يرحمك يا ربا اللي ربيتي فينا نصلي صلاة الفجر. والوالد ديالي كان مقدم ديال التبوريضه، وكبرنا في داك الموسم ديال الخزاين ونتا يذبحوا الحواله تما ويتجمعوا العائله. وكان هو كيموت على شي حاجه اللي سميتها الخيل. كانوا خوتو، وشوفوا كي كانت الخاوه. كان خوه قريب ليه بزاف، فيرما حدا فيرما، وكنا كنمشيو الموسم مجموعين. وكان داك خوه كينوض بكري وكيعوم العود ويسرجو وباش يركب عليه خوه. دابا واش باقي الاخ يدير الخوه بحال هكاك؟ ودابا في هاد الزمان بقى كل واحد راسي يا راسي. وكندوزو واحد 3 ايام و4 ايام في داك الموسم، واحد الجو ما نقولش ليكم. واللي جا كياكل ويشرب، والوالد كيموت على التبوريضه. وكل عام يمشي حتى الفاس يشري السناح لداك العود. وعاودت لكم على الطفولة ديالي باختصار. وهكا دازت، كبرنا مع والدينا وتهلاو فينا بزاف، وتمتعنا معهم بالحياة وباللمة. كنتجمعوا في الفطور، كنتجمعوا في الغداء، وكنتجمعوا في العشاء. وكان عندنا ولد واحد خويا الله يخليه لينا، واخ بما تحمل الكلمة من معنى. عوضنا الاب ديالي منين مات، وسندنا وفي كتافنا. دابا غندوز معكم المرحله ومنين تزوجت ومنين قريت. وفي نفس المدينه تفلت قريت فيها، وتفلت تزوجت فيها. ومنين درت 22 عام
الوالد ديالي بحكم كان رئيس المجلس القروي نتاع واحد الجماعة تما. دوش غير مرة وحدة، بقوة القبيلة كتبغيه كيعاودو عاوتاني يردوه. المهم انا منين قريت وبغيت نخدم، خدمت في مدينة تيفلت، خدمت في المجلس البلدي ديال تيفلت. دخلت للمجلس البلدي نتاع تيفلت ولقيت الزوج ديالي الله يرحمه هو اللي تما شاف بيرسونيل. دوزت 6 شهور في الخدمة. وواحد النهار انا داخله معطله شويه على الخدمه بشي ربع ساعه، وهو المكتب ديالو مقابل مع الباب ديال الاداره وكيشوف اللي داخل واللي خارج. انا دخلت للمكتب ديالي، هو صافي ليا الشاوش وقال لي تكلمي. انا معايا شي بنات في المكتب وقلت لهم ناري غادي يخاصم عليا راني جيت معطله. قالوا لي هما راه واخا يخاصم عليك راه هو ظريف. وانا عاد بديت نخدم، واللي كنعرف هاد الزوج هذا كان شاب وسيم انيق بزاف، وفيما داز كيخلي الريحه ديال البارفان ديالو تيضحك بزاف، وهادشي انا اللي كنعرف عليه. المهم قالوا لي سيري راه خا يقول لك معطله، ولكن ماشي مشكل. مشيت عنده قال لي جلسي، وجلست وهو شد الباب قال لي بغيت نهضر معاك. قلت له السي احمد سمح لي راني تعطلت، حيت الاب ديالي كان عنده فيلا بعيده، ومع ديك الساعه كانت تيفلت راه ما كاين فيها لا طوبيس لا حتى شي حاجه، وكان الوالد ديالي كيوصلني بالطوموبيل، وداك النهار جيت غير على رجليا، وهو كيعرف الوالد ديالي. ويا يلا انا بغيت نقول له انا راه جيت ما كاينش الطاكسي وجيت على رجليا، هذاك الشيء علاش وصلت معطله. وهو يقول لي لا انا ما غنهضرش معاك علاش وصلتي معطله. وحتى الوالد ديالو كيعرف الوالد ديالي لان الوالد ديالو رجل سلطه. المهم قال لي انا ما غاديش نهضر معاك علاش تعطلتي، وغادي نقول لك 2 كلمات ولا 3. قلت ليه تفضل. وجاني نيشان قال لي انا بغيت نتزوج بك. وبقيت انا كنشوف فيه. قال لي شوفي انا غنعطيك 10 ايام دغوريها مزيان في راسك، ومن هنا ل10 ايام جاوبيني يا يه يا لا. صافي ومشيت خرجت، وانا مشيت دايخه للبيرو وبقيت ما فهمت حتى شي حاجه. في التالي قالوا لي البنات شنو قال لك؟ قلت لهم والو. قالوا لي خصم عليك، واخا يخصم عليك راه هو ظريف. وبقيت غير ساكته. صافي منين ساليت الخدمه ومشيت بحالاتي، وما غاديش نقدر نقولها لا لبا ولا لامي ولا لخويا، ما نقدرش نقول لهم راه داك السيد بغى يتزوج بيا. كاينه اختي معايا في الدار اللي هي صغر مني ب4 سنين، وانا نقول لها اختي اجي نقول لك شتي داك الشاف بيرسونيل؟ قالت لي راني عرفتو. قالت لي ومالكي راكي تزوجي، هي غير دريه صغيره وكيلبس زوين وعائلته زوينه. قلت لها ولكن شكون غادي يقولها لبا وشكون غادي يقولها لهم؟ قالت لي انا ما نقدرش. قالت لي دبر راسك. وما كناش كنقدروا نقولوا للبانا ولا لمنا نقول لهم هذاك راه السيد راه بغاني وبغى يتزوج بيا. المهم ما قدرتش نقول، سكت بحالتي. داز 10 ايام وهو يعيط عليا وقال لي ما جاوبتينيش. قلت له بيني وبينك ما قدرتش نقولها حتى شي واحد. قال لي وشنو الحل؟ قال لي واش انت قابله نتصرف انا؟ قلت ليه انا قابله. قال لي صافي انا غنتصرف. مشى قالها الوالد ديالو اللي هو رجل السلطه، وقال ليه انا بغيت بنت فلان. باه منين قالها له طار بالفرحه، كيعرف با وكيعرف العائله وكيعرفني انا موظف. عاد دخلت صافي قال له دير لي شي نهار باش نمشيو نخطبوها. قال له باه هناك الله. اليوم قال ليه مع 2 العشيه كاين اجتماع في الدائره، غيكون فيه رئيس الدائره وغيكون فيه الباشا وغيكون فيه الخلفان، وكاينين رؤساء الجماعات المناطق اللي دايرين بتيفلت. اليوم قال له غادي يسالي اجتماع وغادي نهضروا مع باها. المهم بات راجلي مسكين اللي كنقولوا حنا شيخي، وهاد ولدو اللي باغي يتزوج بيا اللي سميتو سيدي احمد كان محبوب بزاف عند رجال السلطه، واللي وقفتي فيها كيعاونك فيها وكان محبوب بزاف.
وفاش قالها لهم قال لهم الله هاودي هذاك الولد ولدنا وهذيك البنت بنتنا. قالوا له صافي غادي نساليو اجتماع وغادي نشدوا الحاج ابراهيم وغادي نهضروا معاه. وداك الشيء اللي وقع سال الاجتماع، خرجوا الرؤساء كاملين، رئيس الدائره والباشا وداك الشيء قالوا لبا جلس راه بغيناك. قالوا ليه ها علاش بغيناك وها علاش بغيناك وها علاش بغيناك. وقالوا له بغينا حليمه لمولاي احمد. وقال ليهم انا كنعرف باه وكنعرف الولد، انا ما عندي حتى شي مشكل، انا بالفرحه عليا، ولكن خصني نسول البنيه امها ونرد عليكم. وقالوا له ما كاين حتى شي مشكل. وهذاك النهار كان نهار الاربعاء. قال ليهم غدا ان شاء الله غادي نرد عليكم باش ما كان. جا الوليد ديالي وقال الوالده ديالي اوديها شنو وقع في الاجتماع، شنو وقع. قال لها انا الولد كنعرفو ووالديه كنعرفهم وما كاين ما حسن من داك الولد انا بغيته، ولكن خصك تشوفيها هي واش غتبغيه ولا لا. قالتها لي الوالده وعيطت عليا وكان الوليد جالس وها قالت لي يا بنتي هاش كاين وهاش كاين. قلت له صافي اللي بغيته. قال لي واش بغيتي ولا ما بغيتيش. قلت له صافي يا با اللي درتوها هي هذه. الوالد ديالي منين مشى يرد عليهم قال لهم ما كاين حتى شي مشكل، كل شيء مزيان. قالوا ليه غادي نجيو نهار السبت. قال لهم شوفوا انا شرط واحد اللي عندي، ما غادي نطلب حتى شي حاجه. قال لهم الا غادي تجيو نهار السبت اجيو بعد لانكم، باش الا بغى الولد البنت تخرج معاه، بغاو يمشيو شي بلاصه يمشيو. انا ما عنديش ديك لا بيريود ديال الخطوبه، سير واجي دابا اجيو بعد لانكم، البنت معروفه والولد معروف، وبحكم انايا ام راجلي فاسيه الله يرحمها والله يوسع عليها، وغادي نعاود لكم العائله ديال الزوج ديالي اللي كيكونوا مزيانين، اللي كيكونوا كيخنتوا العروسه ديالهم. عرفتوا كيفاش كيخنتوا العروسه ديالهم؟ بما تحمل الكلمه من معنى. امو فاسيه جاو قالوا ليها نهار السبت غادي نمشيو عند الناس، وقالوا لها هاد الناس الطلب ديالهم الوحيد هو قالوا لك نجيبو عدلاننا. قالت لهم الا غادي يكونوا العدلان وهذا ولدي الاول والبكر ديالي، الا غيمشيو العدلان راه خصني ندي معايا النقافات وندي معايا حبابي. ما يمكنش يدوز ضرب الصداق ما فيه والو، وما يمكنش يدوز ساكت. قالوا الوليد ديالي هاش كاين وهاش كاين. قال لهم مرحبا بكم، جيبوا اللي بغيتو تجيبوه جيبوه معاكم، غير انا المهم يكونوا العدلان. بالفعل اخوتي اش غادي نقول لكم، لا بيريود ديال 3 ايام كان نهار الخميس غادي يكون العيد الكبير. جاو هذاك العرس بحال لو وجدنا ليه شهر. عرس طلع عرس، هي الله يرحمها جابت قاقف وحنايا، والوالد ديالي جاب ميلود المغاري الا كتعقلوا عليه الله يرحمه. ديك الساعه عيط عليه خويا في التليفون قال له هاش كاين صافي جا ميلود المغاري بالرباعه ديالو، ودازت واحد الليله ما نقولش لكم. ايامات ميلود المغاري هادشي في 87 داز واحد العرس تبارك الله ما شاء الله، اللي حضرت فيه السلطه ديال تيفلت وحضر فيها العائله ديالو والعائله ديالي. انا ما كنتش بزاف وتقلقوا بزاف ملي شافوا داك الساعه الكاسيطه. يلاه كاينه الكاسيطه، داك الكاسيطات اللي كيخدموا في الفيديو، وبزاف العائله اللي تقلقوا كيقولوا مستحيل نتوما ما تكونوش زعما موجدين هادشي كامل. وهو داك العرس طلع بوحدو هكاك في 5 د الصباح. انا غادي نلبس اللبسه الاخرى، وجا واحد حبيبو الله يرحمه مسكين كان فرماسيان في من تانوت، جا عندنا قال لينا لاك ضربتوه كيضحك معانا. العرس داز واعر، قلنا ليه وقال لينا انا ريزيرفيت لكم واحد الاوتيل 10 ايام في مراكش، غنديكم معايا دابا منين غيسالي العرس. تصوروا مازال ما هضرت انا كاع ما بيني وبين مولاي احمد، حيت في الخدمه كنت كنشوفو غير من بعيد عمرنا ما جلسنا. المهم فاجئني حبيبو، واختي مسكينه هي اللي كتجمع ليا حوايجي بالزربه باش نمشيو داك الصباح. هي هذيك دانا لداك الاوتيل في مراكش وحطنا.
تصوروا ما كنتش كنعرفو، كنفيق في الصباح وكنوض مخلوعة وكنقول شكون هو هذا الراجل. المهم الطيبوبة ديالو بالاخلاق ديالو ظريف وكيبغي يضحك. صافي وليت بشويه بشويه حتى ديت عليه. المهم دوزنا داك 10 ايام وغادي نرجعوا في حالتنا. وعرضت علينا واحد خالته في مراكش ومسكينه دارت ليا الحنه. وملي غادي نرجعوا في حالتنا حنا ما عندنا لا طوموبيل لا والو، غادي نرجعوا غير في الكار. وعقلو مزيان على هاد الركبه اللي غادي نركبوا في الكار وانا ناقشه يديا. وعقلو على هاد الجلسه اللي غادي نكون انا وياه جالسين في الكار اللي راجعين في حالتنا وانا يديا منقوشين، وغيقول لي واحد الهضره اللي غيقولها ليا واللي ذكرني بها اللي غادي يبقى له يومين وغيموت حتى نوصلوا لديك المرحله ونقولها لكم. ورجع لها في حالتنا. قال لي هو درنا العرس ومشينا دوزنا شهر العسل، واش غادي تمشي تجلسي في داركم؟ واش غادي نديرو دابا؟ قلت له ما نعرف، غندوزو لدارنا ونهضروا مع با ومع امي وغنشوفوهم شنو غادي يقولوا. مشى عند با وقال له دابا دوزنا العرس واش غادي نعاودو زعما مازال العرس؟ قال له با شوف هادي مرتك بغيتي تخليها حتى العام الاخر وعاد نديرو عرس كبير نديروه، بغيتي تديها معاك دابا ديها. قال له انا علاش كنت كنقول لكم بغيت العدلان. كانت كتبنى واحد العماره ديال الاوقاف في تيفلت. قال لي شنو ظهر لك نجلسوا مع دارنا في واحد لا بيريود على ما توجد داك العماره ونشدو فيها دويره. قلت له انا ما عنديش مشكل. مشينا جلسنا مع دارهم 3 سنين وجدات العماره وما بغيتش انا نخرج. انا خوتي واحد طيبوبه في ديك الناس وواحد الخنات. كنمشي نخدم وكنلقى كل شيء واجد وما كتخلينيش مو ندير يدي في الماء. تصور خوتي كنت كنتوحم في ولدي الاول وانا ما بغيتش الماكله، ماشي ما بغيتش الماكله دارهم، انا ما بغيتش الماكله، بغيت غير الليمون وكاوكاو. وكانت تقول لي يا ما يمكنش بنتي هاد البيبي توكلي غير الليمون والكاوكاو، كتخلي ما كتوجد. ملي مسكينه عيات شنو كدير؟ عكوزتي مصاحبه مع عيالات المخزنيه بزاف، كدوز عندهم العشيات وكتمشي عندهم وكيجيو عندها، يعني كتبغيهم وكيبغيوها. اشنو كدير انا يا عكوزتي؟ كتشد البلاطو وكدير فيه كاع الماكله اللي طيبات، وكل نهار كتدق على شي دار على مرت شي مخزني تقول ليها هاكي هاد البلاطو وعطي لينا داكشي اللي طيبتي، راه مرات مولاي احمد راه ما بغاش تاكل لينا داكشي اللي طيبنا في الدار اللي كتب الله. كتمشي تبدل معاهم الماكله كتقول لهم داكشي اللي كنتو دايرين. عديسه يا مريقه كتقول لهم هاكو هادشي اللي طيبت انا وعطيوني داكشي اللي عندكم، ربما تبغي مرات سيدي احمد تاكلو. ونهار السبت والحد لان كيما قلت لكم كنفيقوا في الظلام مولفين نفيقوا بكري، وكتلقاني فايقه وكتقول لي علاش فايقه دابا؟ كتقول لي اش مفيقك دابا؟ وكنقول لها ماما، حيتاش بقوت ما كنبغيها كنعيط لها غير ماما. نقول لها ماما راني متعوده نفيق بكري ما نقدرش نصبح ناعسه. كتقول لي يا رجعي ودخلي ونعسي حدا راجلك السيمانه كامله وانتوما كتنوضوا بكري وكتمشيو للخدمه، ومسكينه كتردني بالسيف نرجع ننعس. ماشي ديك العجوزه اللي كتقولك خصك تنوضي بكري وعلاش ما كتعاونيناش وعلاش ما كديريش هادي. وكان ديك الساعه التوقيت الصيفي ما كانش بحال دابا تعيط على الماكله تجيك وتعيط على الفيفرور يجيب لك الماكله. انا والبنات اللي معايا في المكتب 4 ولا 5 كنديروا كل نهار كتكلف وحده كتجيب داكشي اللي كتب الله كناكلوه. كانت ديك الساعه الوقت بسيط، الله يجعلها ما تجيب غير واحد الطرحه ديال المسمن ونديروا اتاي ونضحكوا عليه وكدوز الوقت مخيره. انا نهار النوبه ديالي راه عجوزتي مسكينه ما تخلي ما تجيب، ماشي غياكل غير المكتب اللي انا فيه، ياكل المكتب اللي في ولدها والمكتب الاخر وتبارك الله الخير والبركه. كتقول لي راه ما يمكنش نجيب لكم غير نتوما، راه دوك الناس غادي يشموا هادي.
عندها واحد بنت مساعده كتجيب داك الشيء دافعه في الكروسه. ديما ديك السيده محمري ليا وجهي، مع كانت البلديه قريبه للسكن لدار شيخي. ديما في العشيه مصيفطه لنا كاس كروت. رجعت كملنا 3 سنين ولا عنده وليد، قال لي خصنا حتى حنا نديرو دارنا، وقال لي خصني نكون حتى انا حر. هو اللي بغى يخرج. ما نقولش لكم تفرقنا بالبكا، انا كنبكي وهما كيبكيو. ومنين ولدي دار 5 سنين قال لي خصنا نولدو. قلت له بركه، مع انا الظهر تيحرقني. قلت له بركه، انا حيت شهوة الامومه وانت كتشوف ظهري تيحرقني، بركه علينا. قال لي لا، غتكابري وضروري نزيدو وليد ولا بنيه اللي جاب الله. وانا ما نكذبش عليكم، الوحم كيجيني صعيب والظهر تيحرقني، وليت يا ربي تسمح ليا كنشرب الفانيد بلا ما يعرف. وملي كيسولني كنقول له غير من عند الله. حتى وصلنا 7 سنين. هو مولاي احمد ما كيحلمش. عارفوا منين كنصبحوا حنا وكنعودوا على شي حلمه وهو كيقول لي ما عمري في حياتي حلمت. ومنين كتبقاو تعودوا هاد الشيء كيجيني في شي شكل. واحد النهار وهو ناعس بالليل وكيحلم واحد المخده في الصالون فيها حنش. منين فاق كيقول في راسو عمرني ما حلمت، عمرني ما شفت شي حاجه، وغادي نمشي نشوف داك المخده شنو فيها. ومنين مشى حل داك المخده لقى فيها الفاني ديال منع الحمل. منين لقاها جبدها وجا عندي الكوزينه وقال لي شنو هي هذه. وقلت ليه ما كاين ما نخزن منك، ها شنو درت وها شنو درت. وقال لي ما كاين حتى شي مشكل، غادي نسمح لك. وقلت له شكون وراها لك ان راها كاينه تما؟ انا صحاب ولدي شافني فين درتها وراها ليه. قال لي لا، انا حلمت هو الولد ما كاينش كاع معانا. وقال لي انا البارح شنو حلمت وانا ما كنحلمش. لي دابا ما كاين حتى شي مشكل، غير رميها صافي. رميتها وداك الشهر خرجت تنولد وزدنا وليد اخر. الولد الاول شادينه والديه هو كيحماقوا عليه، والولد الثاني يحماقوا عليه والديه. كنا عايشين الحمد لله كاريين دويره على قدنا ومنضه ديالنا على قدنا، ما خاصناش وما عندناش. واحد المره معايا شي بنات في الخدمه، مع انا كنت كنصلي في الوقت وكنصوم الاثنين والخميس، وكيقولوا لي يا اختي حليمه انت كتصلي وكتصومي، وجابوا لي نعمر لهم القرعه ديال امريكا. وسبحان الله اللي عمرت لها القرعه كتطلع ليها. جات عندي البنت الثانيه حتى هي طلعت لها، وهو يقول لي الله يرحمه منين كتطلع لك القرعه ديال امريكا، علاش ما ديريها لناش حنايا؟ وقلت له شنو غادي نديرو حنا في امريكا، حنا بخير شنو خاصنا؟ قال لي لا غير الله يعطيك الستر غير عمريها لنا. قلت له واخا، هي هذيك عمرنا ديك القرعه ديال امريكا. المهم قال لي اري ندير لها لونفولوب، وملي تكوني غاديه في العشيه للدار لوحيها في البوسطه. وما لحتاش انا، بقات في الطوموبيل. واحد الخطره ركب حدايا يشوف داك لابواط ديال الطوموبيل وهو يلقاها، وقال لي واش ما لحتيهاش؟ قلت له ما لحتهاش نسيتها. وقال لي وقفي لي دابا نلوحها. ومشى لاحها وهي تجينا القرعه ديال امريكان. واحد النهار دق ساعي البريد وهز واحد لونفولوب صفراء وما عرفتهاش، وهي هذيك حليتها. وهي هذيك جا مولاي احمد وقلت له ها القرعه ديال امريكان جاتنا. وقال لي غادي نمشيو. قلت له كيفاش؟ حنا درناها غير ضحك وصدقنا غنمشيو. قال لي ما يمكنش نفلتو هاد الفرصه هادي. قلت له سير بدل ساعه بخرى، انا ما عمري تفارقت مع تيفلت وما عمري تفارقت مع والديا ووالديك، وغادي نمشي لامريكا. هادي كلشي عرف مع المدينه صغيره ودرت بوم، وكلشي كيوصي كيقول له عندك تمشي تفلت هاد الفرصه وما تديوش ولادك يقراو في امريكا. وهي هذيك مشى سيدي احمد وسبق هو الاول حتى كرا وخدام، وعاد لحقت عليه انا والدراري. وجاتني صعيبه بزاف باش نسمح في والديا وفي مدينتي اللي كبرت فيها، وغنوصل حتى لهنا. هاد القصه هذه منين مشينا لامريكا، وغادي نشارك معكم المعاناه اللي عانيت مع سيدي احمد منين مرض وفي امريكا بوحدي، لا حنين لا رحيم، وكان غير الاخ ديالي. المهم ما نحرق لكمش المراحل، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.